كم مرة نمت وانت مكسور بتبص للسما وبتقول يا رب؟ بتسأل ليه الشغل ده ضاع؟ ليه الشخص ده سابني؟ ليه كل ما احس ان في طاقة نور تضلم في وشي؟ النهارده مش جاي اقول لك معلش، جاي اقول لك ان الشر اللي انت شايفه ده هو اسرع طريق للخير اللي انت بتدعي بيه بقالك سنين. تعالى يا وش الخير اقول لك ليه الصبر مش قلة حيلة، وازاي ربنا بيمشي الكون بحكمة اكبر بكتير من حساباتنا بالورقة والقلم. الحلقة دي طبطبة على قلبك، بس طبطبة هتخليك تقوم تكسر الدنيا. أهلا يا وش الخير في حلقة النهاردة. لو حاسس إن العمر بيجري منك وإن الظروف هي اللي مكتفاك وإن بكرة ده سراب كل ما تقرب منه بيبعد، يبقى الحلقة دي معمولة مخصوص علشان. بص يا وش الخير، الفيديو ده بيحط إيدك على الوجع وبيديك الروشتة عشان تفوق قبل فوات الأوان. وتعالوا نقسمها شوية خطوات. أول خطوة، غير عتبة حياتك عشان الرزق بيحب الخفية. الموضوع مش إنك تغير بيتك أو تطلق مراتك لا سمح الله، الموضوع إنك تغير سلوكك. غير القعدة، لو قاعد مع ناس ندابة ما بيعملوش حاجة غير إنهم يسبوا في الظروف، اهرب. غير النظرة، بلاش تشوف المشاكل عقبات، شوفها فتنة، يعني اختبار لذكائك وقدرتك. ربنا ما حطكش في المكان والزمان ده إلا وهو عارف إنك تقدر تعديها بحوله وقوته. تاني خطوة، اعرف إن الصدمة مش نهاية العالم، ده درس خصوصي. كلنا بنكسر وبنعيط بالليل وبنحس بوجع في قلبنا، بس الصدمة دي هي اللي بتصنع منك بني آدم مسؤول. في شر متبطن بالخير. ساعات ربنا بيمنع عنك حاجة انت هتموت عليها، زي جوازة أو شغلانة، عشان هو عارف إنها كانت هتكسرك أو تغيرك للأسوأ. اعرف إن الدموع بتغسل القلب، واصبر. السحر ما بيحصلش في يوم وليلة، حتى الأنبياء دعواتهم قعدت سنين عشان تتحقق. ثالث خطوة، اصبر. الصبر نضج مش سكوت. الصبر مش إنك تحط إيدك على خدك، الصبر هو إنك تستوي على نار هادية. افهم الحكمة، لما تصبر وتفكر هتعرف ليه الشخص ده خانك وليه الشغلانة دي ضاعت. الصبر بيكشف لك معاني الحاجات اللي ما كنتش شايفها وانت مستعجل. النصر مع الصبر. خليك واثق ان الخير اللي هيفرحك جاي جاي، بس استنى لما تكون جاهز تشيله. الخطوة الرابعة، امشي وملكش دعوة بالنتائج، خليك في سعيك. انت عليك السعي، والنتيجة دي بتاعت صاحب الملك. ما تحسبهاش بالورقة والقلم. ساعات تذاكر نص المنهج وربنا يوقعك في الأسئلة اللي عارفها، وساعات مرتبك ما يكفيش أسبوع وربنا يبارك فيه وتعيش ملك. اتحرك. ربنا قال فامشوا في مناكبها، ما قالش اقعدوا واستنوا الرزق يجيلكم ديليفري. تعب اللي بتنام فيه وانت مهدود أحسن كتير من الزهق والتفكير الزايد. الخطوة الخامسة، بلاش كلمة بكرة أو لما الظروف تتحسن. مفيش وقت مثالي، الوقت المثالي هو دلوقتي. فكر وانت طفل ما كنتش بتشيل هم الرزق ولا بتسمع نشرة الأخبار، ومع ذلك عمرك ما نمت جعان. ليه لما كبرت بقيت خايف أكتر من خوف عيل صغير؟ ابدأ مشروعك دلوقتي. الفرج اللي مستنيه ممكن ربنا يبعتهولك عن طريق ايدك وانت بتسعى، مش وانت قاعد مستني معجزة. الموضوع كله في ايد ربنا. توكل على الله، واجه نفسك وغير اللي تقدر عليه، وسيب الباقي على اللي ما بيضيعش عنده تعب. يلا قوم اتوضى وصلي ركعتين استخارة وابدأ في الخطوة اللي مأجلها بقالك سنين. وفي النهاية شكرا لوقتك، يا رب تحقق اللي بتمناه وربنا يبارك في عمرك وكل حاجة في حياتك.